انتم هنا في بودكاست الأجزخانة مع دكتور رفعت. الأجزخانة فيها الدواء، بس عندنا احنا الحكاية. احنا هنا بنوزن الكلمة قبل ما نوزن الجرعة. أهلا بيكم يا جماعة في توضيح جديد ومهم جدا. شايفين الصور والأشكال اللي قدامكم دي؟ عاملة زي أفلام بيكسار الكرتون ال 3D. بس القصة اللي هنتكلم فيها النهاردة مش كرتون ولا خيال خالص، دي حقيقة وجرس إنذار لترند خطر جدا انتشر زي النار في الهشيم. ترند بنسميه الموت البطيء. تخيلوا معانا إن في بنات وعرايس كتير بيدمروا صحتهم بالكامل بس عشان يزودوا وزنهم كام كيلو قبل الفرح. ورا الأشكال اللطيفة للعلب والخلطات اللي بتتباع في الصيدليات على إنها بتزود الوزن في كارثة حقيقية مستخبية. وعشان نقرب الصورة أكتر ونفهم حجم المشكلة، خلونا نسمع حكاية هبة. هبة عروسة كانت بتجهز لفرحها وبتقول: أنا أخدت الخلطة دي عشان الفستان يظبط عليا، بس لما وقفتها فجأة أغمى عليا في البيت. القصة دي يا جماعة مش حالة فردية خالص، دي مأساة بتتكرر كل يوم مع بنات كتير. هبة كانت بتدور على حل سريع، حاجة كده تنجز معاها، بس النتيجة كانت هبوط حاد ورعب حرفيا قبل الفرح. طب إيه بقى السر ورا الخلطة دي وليه عملت فيها كده؟ طيب خلونا نغوص في التفاصيل كده ونفهم القصة. الخلطة السحرية دي مبدئيا كده ما فيهاش أي سحر، دي لعبة خطيرة جدا في كيمياء الجسم. هي ببساطة عبارة عن دمج بين دواء اسمه ديكسازون، وده كورتيزون قوي جدا بيستخدم أساسا في علاج الأمراض المناعية والربو، ودواء تاني اسمه ترياكتين، وده أصلا مضاد للحساسية، بس من أعراضه الجانبية إنه بينيم وبيفتح الشهية بشكل مش طبيعي. ناس كتير بتاخد الكوكتيل ده وتفتكر إنها كده خلاص لقت الحل السحري اللي هيظبط الوزن. وهنا بقى لازم نقف لحظة ونركز في نقطة مرعبة. إيه الفرق بين الزيادة الحقيقية والوهم؟ الزيادة الصحية بتبقى عبارة عن إن الجسم بيبني عضلات ودهون مفيدة، لكن اللي بيعمله الكورتيزون هو حاجة بنسميها خدعة الإسفنجة. تخيلوا معانا كده إسفنجة حطيناها في مية، الإسفنجة هتكبر وتنتفخ صح؟ بس هل ده لحم؟ لا طبعا، ده مجرد مية وملح محبوسين تحت الجلد. الكورتيزون بيلخبط توازن الأملاح، بيحبس الصوديوم ويطرد البوتاسيوم، فالجسم بيعبي مية. يعني إحنا كده مش بنتخن، إحنا حرفياً بنورم. والموضوع ده في الطب متسمي وجه القمر أو مون فيس. المية اللي اتحبست دي بتتجمع بشكل أساسي في الوش والرقبة، بتخلي الوش مدور جدا ومحمر بشكل غير طبيعي. ناس كتير بتشوف التغيير ده وتفرح بقى وتفتكر إن ده توريد وصحة وعلامة من علامات الجمال، بس الحقيقة الصدمة إن ده ورم مرضي وعرض واضح جدا من أعراض تسمم الجسم بالكورتيزون. الجمال الحقيقي يا جماعة عمره ما كان في نفخة كدابة. المصيبة الأكبر بقى إن الكوارث مش بس في الشكل من بره، لأ، ده في كوارث خفية ومخيفة بتحصل جوه الجسم. أول حاجة، الكورتيزون ده عامل زي حرامي الكالسيوم، بيمنع امتصاصه وبيسحبه من العظم. تخيلوا بنات في العشرينات عظمهم يبقى هش وضعيف زي السيدة في السبعينات، خبطة بسيطة ممكن تكسرهم. تاني حاجة، بيعمل إطفاء شبه كامل لجهاز المناعة، يعني الجسم بيبقى فريسة سهلة لأي ميكروب طاير في الجو. وتالت كارثة هي تدمير الكولاجين، وده اللي بيعمل خطوط حمراء وبنفسجية في الجلد بتشوه المنظر وصعب جدا تتعالج. عشان كده هننتقل دلوقتي للجزء الأول في شرحنا، المصنع الكسلان، الفخ الخفي للغدة الكظرية. تخيلوا معانا كده إن جوه جسمنا مصنع صغير شغال بانتظام اسمه الغدة الكظرية، موجود فوق الكلى. المصنع ده بيفرز كورتيزون طبيعي عشان ينظم ضغطنا ويخلينا نعرف نتعامل مع التوتر. بس إيه اللي بيحصل لما بناخد الكورتيزون من بره بجرعات كبيرة؟ المخ بيبعت رسالة للمصنع ده يقول له خلاص في كورتيزون جاهز جالنا من بره، ريح انت ونام. فالمصنع بيقفل شاشاته وينام تماما. وهنا بتيجي اللحظة الكارثية. قبل الفرح العروسة بتخاف من شكلها المنفوخ وتقوم موقفة الحبوب فجأة. في اللحظة دي الجسم بيفضى من الكورتيزون الخارجي، والمصنع الداخلي لسه نايم في سبع نومة ومحتاج شهور عشان يصحى. النتيجة انهيار كامل لسيستم البيئة. فالنقطة الحاسمة اللي لازم كلنا نستوعبها كويس جدا هي إن اللي بيحصل ده بنسميه في الطب الأزمة الكظرية أو adrenal crisis. ده مش مجرد عرض جانبي بسيط ولا شوية إرهاق هيروحوا لحالهم، دي حالة طوارئ طبية قاتلة. بسبب التوقف المفاجئ ده بيحصل هبوط حاد جدا في الدورة الدموية، ضخ شديدة، انخفاض مرعب في ضغط الدم، وممكن لا قدر الله الموضوع يوصل لغيبوبة. يعني الجسم حرفيا بيفقد الهرمون الأساسي اللي مخليه عايش. والمشكلة إن السوشيال ميديا ما بترحمش، مليانة فتي وتضليل بيخلي البنات تقع في الفخ ده بسهولة. كتير بنسمع ناس بتقول يا جماعة دي مجرد فيتامينات ومكملات غذائية بتفتح الشهية.
الحقيقة الصدمة إن ده هرمون استيرويدي قوي بيلعب في فسيولوجيا الجسم، ومفيش أي فيتامين في الدنيا بيجيب هشاشة عظام. أو الخرافة التانية اللي بتقول أنا هتخن كام كيلو وبعد الفرح وقف الدواء وخلاص. الحقيقة الطبية بتقول إن بمجرد توقيف الدواء كل المية دي هتنزل والجسم هيخس أسرع من الأول بكتير، بس للأسف هيخس وهو عظمه متدمر ومناعته في الأرض. لازم نفهم الحقائق دي ونبطل نصدق أي كلام بيتقال. طيب إيه الحل؟ تعالوا نروح للجزء الثاني، خريطة النجاة. إزاي نخرج بأمان من فخ الكورتيزون؟ البروتوكول الطبي للنجاة واضح وصارم جدا، وهدفه نرجع المصنع الكسلان يشتغل تاني من غير ما نعرض حياتنا للخطر. أولا وأهم حاجة، إياكوا والتوقف المفاجئ. لو حد بياخد الحبوب دي اوعوا ترموها مرة واحدة، لازم الجرعة تتسحب بشكل تدريجي وبطيء جدا، حباية حباية على مدار أسابيع، عشان ندي فرصة للغدة تفوق وتشتغل تاني. ثانياً، الخطوة دي ما ينفعش أبداً تتعمل من دماغنا أو بوصفة من على النت، لازم استشارة طبيب غدد صماء فوراً. وثالثاً، التغذية التعويضية، نمنع الملح تماماً عشان نطرد المياه المحتبسة، ونركز على أكل مليان بوتاسيوم زي الموز وكالسيوم زي منتجات الألبان عشان ننقذ العظم. خطة واضحة وما فيهاش هزار. في النهاية يا جماعة، خلونا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا: هل الصحة أهم ولا ترند مزيف؟ علاج النحافة الحقيقي بيحتاج صبر وتغذية سليمة، ولازم نعرف السبب الطبي الحقيقي ونعالجه صح، مش نستسهل وناخد شريط دواء ينفخ الجسم مية ويدمر العظم والمناعة. الجمال الحقيقي دايما بيبدأ من الصحة مش من التورم الوهمي. نتمنى الشرح ده يكون وضح الرؤية وكان جرس إنذار لينا كلنا. شاركوا المعلومات دي مع أي حد ممكن يستفيد، واستنونا في الشرح الجاي عشان دايما في حاجات جديدة محتاجين نفهمها. سلام.